المبنى ده كان أكبر جامعة لتعليم المذهب الشيعي. قفله صلاح الدين الأيوبي، فضل مقفول 100 سنة، ويعتبر تاني أقدم جامعة في التاريخ قائمة لحد النهاردة. ومنه خرجت ثورات ضد الطغاة زي الثورة على الحملة الفرنسية. من قلب القاهرة أنا في الجامع الأزهر. بدأ بناؤه سنة 970 ميلادي على يد جوهر الصقلي علشان يكون جامع العاصمة اللي هيصلي فيه الخليفة، وتسمى الأزهر على اسم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أو نسبة للقصور الزاهرة اللي كانت موجودة في القاهرة. وكان الخلفاء الفاطميين بيصرفوا فلوس وجوائز كتير جدا لطلاب الازهر وشيوخه، لانه كان وقتها اكبر جامعه لتدريس المذهب الباطني الشيعي. ولكن ما تفتكرش ان الوضع استمر كده، لان حاله اتغير 180 درجه. وبعد سقوط الدوله الشيعيه على يد صلاح الدين اتقفل الجامع الازهر لمده 100 سنه، واتمنعت فيه اي صلاه جماعه وصلاه الجمعه. ولكن في عصر المماليك، بالتحديد في عصر الظاهر بيبرس، تم تجديد الازهر من تاني ورجع يؤدي دوره التعليمي، ولكن المره دي على مذهب اهل السنه. وعلى مدى التاريخ كان الجامع الازهر بيتطور ومساحته بتكبر. الجامع الازهر بالنسبه لي ما يعتبرش مجرد جامع وجامعه، ولكنه تاريخ القاهره من اول بنائها لغايه النهارده. او زي ما بيت الشعر اللي مكتوب على بابه من ايام عبد الرحمن كتغدة بيقول: ان للعلم ازهرا يتسامى كسماء ما طوالتها سماء. ما تنساش اللايك والشير والفولو.